السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. ومعاكم أحمد عبد الغني، وجاي ميعادنا في رسالة جديدة من رسائل. رسالة النهاردة: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. كتير جدا ممكن يكون بيشتغل أو بيعمل حاجة مش حاببها، فما بي ما عندوش الشغف، وما عندوش الحافز ان هو يعمل حاجه كويسه، او ان هو يتقنها، او هو يشتغل، او هو ممكن فتره صغيره وتلاقي اتخنق منه ويسيبه. فانا بقول له لا، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. ليه؟ حب اللي انت بتشتغله حتى لو مش ده طريقك اللي انت اخترته، عشان حاجتين مهمين قوي. اول حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب الانسان. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فربنا سبحانه وتعالى بيحب الانسان اللي بيشتغل حاجه ان هو يتقنه. في حاجه تانية، لما تتقن الحاجه اللي بتعملها هيتعلم حاجه جديده وهتضيف خبرات جديده، وما تعرفش ان انت ممكن تحب الحاجه اللي انت بتعملها رغم اللي في البدايه ما كنتش بتحبها. لان ممكن تلاقي حاجات انت ما كنتش شايفها من اتقانك فيه تشوفها، وممكن تلاقي نفسك فيه غير بعكس ما انت كنت متوقع تماما قبل ما تشتغله او في بدايه ما اشتغلت. فحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. وما يدريك لعلك اللي انت بتعمله دوت بدل ما كنت ما بتحبوش يصبح بعد كده هو الحاجة اللي انت بتحبها، تكون افضل عندك كمان من الحاجة اللي انت كنت نفسك تشتغل فيها، او اللي انت كنت فاكر اللي انت بتحبها. فاوعى تنسى: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. اشوفكم على خير في رسالة جديدة مع احمد عبد الغني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.